السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة برو معسكر الأوفياء. لأول مرة كنشاهد القناة عندنا ما تنساش لايك وسبسكرايب وصدورنا في القناة التي هي طيبة. في حالة لا كانش عطاب لك كيفاش نتواصل معكم نخليكم مرة بالتلف في صندوق الوصف. أما بخصوص الموضوع ديالنا هو خاص بجهاز الدرك الملكي. اليوم غادي نتكلموا على النقاط اللي كتهم جهاز الدرك الملكي واللي كيكون فيها إقصاء ديال المترشحين كاملة بالتفصيل. كاين شي نقاط يمكن لكم تتفاداوها وكاين شي نقاط ما يمكنش لكم تتفاداوها اللي كتكون نتوما ما فيكمش كشروط. اول حاجه الاخوان بخصوص المترشحين، كما غادي نعاود ننبه المترشحين ان شاء الله من البدايه ديال شهر 7. كل شيء بدا يراقب الهواتف ديالو بخصوص الدراري ديال جهاز الدرك الملكي ذكور ولا اناث. المهم الاخوان من بدايه ديال شهر 7 ان شاء الله تراقبوا كل نهار دخلوا الجيميل في الصباح وفي العشيه تدخل الجيميل ديالك، وديما تخلي التليفون ديالك خدام. وضروري من الجيميل ان هو فاش غتوصلك الاستدعاء. على اي رجعوا الموضوع ديالنا بخصوص الاقصاءات اللي كتكون في جهاز الدرك الملكي. الاقصاءات الاولى هو بخصوص الدراري اللي مثلا اللي ما كيحضرش الاوراق ديالو، هذاك كيتم الاقصاء ديالو. اللي ما كيحضرش مثلا بحال شهاده البكالوريا ولا ما كيحضرش شي ورقه مهمه اللي تقريبا كتهمو كمترشح، كيتم الاقصاء ديالو وكيتم الاسترجاع ديالو. كيقول لي سنه اخرى وممكن لك ترجع دوز المباراة. هذه بخصوص الاوراق. هذه الاوراق. شوف بخصوص الاخوان الاوراق انا ما امشي لقصوك على الاوراق. كنقولوا بلي بالدرجه عندنا راه سخو كيان. نكونوا واضحين الاخوان. الاوراق ما خصهمش يقسيوك عليها. ضبط المعلومات ديالك لان هذا الكونكور كتسنى به فريق الصف. ضبط المعلومات ديالك وسير التكن العسكريه القشله خاصه بجهاز الدرك الملكي. الا كاين جوج تكنات، كاينه بن سليمان كاينه تكنه اخرى في مراكش. هادو جوج تكنات عسكريه. المهم الاوراق بلا ما نوصيو لها. بخصوص الاقصاء اول حاجه بخصوص دراري الطول اللي فيه الدراري الاخوان باش نكون معكم واضح راه في جميع الاجهزه العسكريه والشبه العسكريه. الا عطاوك شي شرط من الشروط ديال الطول عاطينك القد والقد، راه الا ما كانش فيك راه ما غيقبلوكش. هادشي كنبه فيه المترشحين. عاد كاين شي مترشحين مسكين كيمشي كيقول لي لا انا ناقص فيه جوج سنتيم، كيقول لي كاين واحد اخر كيقول لي سير راه يقدروا يقبلوك. لا خويا فك متر و70 سير دوز، ما فكش متر و70 بلا ما دوز. خصوص الاناث فكش متر و68 سير دوزي، ما فكش متر و68 بلا ما تمشي دوزي. لانك راه ما فكش الشروط. لانك هما مني كتدخل الموقع الالكتروني راه كيقول لك قدر لينا الطول ديالك. هذه نقطه واضحه. المهم الاخوان هذه نقاط من النقاط المهمه. اللي فيه الطول راه الطول مهم. الا ما فكش الطول راه ما فكش شرط من الشروط المطلوبه خاصه بجهه الدرك الملكي. انا كنقول لكم شنو كاين. وبخصوص آه حاجه اخرى اللي هي اللي كيقسيو على النظر اللي عنده شوف ناقص او داير نظارات، راه حتى هو كيتم الاقصاء ديالو. حتى هو مثلا بحال جهاز القوات المساعده كطلب 8 على 16. جهاز الدرك الملكي مثلا ما محداش لينا شحال خاصو يكون عندك في المجموع ديال الحدات ديال النظر ديالك بجوج. هنا كتبقى اشكاليه. المهم خصوص الاخوه اللي ناقص عنده شوف راه كيتم الاقصاء ديالو مباشره. حاجه اخرى بخصوص الدراري اللي فيهم الباك. اللي فيهم الباك مسير يداوي داك الباك ديالو. راه الدواء موجود وكيداوى. علاش الاخوان الباك راه تا هو كيقسيوك؟ علاش الباك؟ لان الاخوان انت باقي الوقت كمترشح انت ما عارفش ولا كونديدا. نقولها لك دابا لان المترشحين تقساو فيهم الباك وتقساو. نكونوا واضحين. فك الباك داوي وسير دوز المباراة. الله يسهل عليك. تاني حاجة او ثالث حاجة الاخوان بخصوص الدراري اللي فيهم البرص. البرص هو راه اقصائي. البرص هو اقصائي لان البرص ما كيداواش الاخوان. ماشي بحال البهك ملي كان فوق البهك كيقول لك سير داوي وجا عندنا. رجع انت كتبقى عندك تقريبا عامين كتدفع الجهاز الدرك الملكي. عامين كتبقى عندك الحق الاسبقية. اللي فيه الدراري اللي فيه البرص راه تا هو اقصائي مباشرة. هادو بخصوص خصوص الاقصاءات. هادو هما اهم الاقصاءات اللي كيكونوا. والاقصاءات الاخرى اللي كتكون تقريبا عن الطبيب ملي كتوصل الحوايج ديالك هو بخصوص الدراري اللي مهرس. واحد الهرسه شكلات عليه واحد العاهه مستديمه اي تقدر تكون تمشي عادي ولكن رجلك عوجه. هنا كيتم الاقصاء ديالك. هذه من اهم الحوايج بخصوص الدراري اللي كنقولوا بخصوص ناقص ذكريا. ناقص عنده شي حاجه من الجهاز ديالو، الجهاز التناسلي ناقص عنده شي حاجه راه كيتم الاقصاء ديالو مباشره. لان داك الشيء الاخوان راه كيتقلب. هنا انا ما كنبغيش نحط تفاصيل علاش كاين تفرجوا فينا اباء وامهات
وكاين اللي كيتفرج مع الاولاد ديالو. هنا خاص لان المعيار ديال الاحترام خاص يكون واحد شويه. هذه نقطه واضحه، هذه اهم شيء. بخصوص الاخوان اللي عنده حساسيه جلديه، حساسيه جلديه تا هي كيتم الاقصاء ديالها. بخصوص الدراري اللي فايت منه ضارب اليدو واحد 3 ضربات متابعين، ندوي لك على 3 ضربات متابعين، ضاربهم انت بزيزوار، ضاربهم بموس، كنتي كتشرب، كنتي كتريح مع الرفاق السواء، وقع لك مشي، راه حتى هو كيتم الاقصاء ديالك. كيسولك الطبيب واش ضربتي مع الدريه، واش كنتي كتبغيها، شنو المشكل، شنو كيبقى يفهم حتى التفاصيل ديالك، كيبقى يعرفك انت شنو نكون واضح. هذه من اهم الحوايج. بخصوص الدراري اللي غيسولني داير واحد العمليه او عمليه فيها واحد السيكاتريس خايب، راه حتى هي كيتم الاقصاء ديالك مباشره، لان كيشوف لك على حسب العمليه. الا كان فيها السيكاتريس خايب، عمليه درتيها، وهذيك العمليه راه تقدر تشكل عليك، العمليه تقدر تشكل عليك واحد الهام مستديمه، اي ما تقدرش تخليك تسوي المهام ديالك كرجل دركي. هذه من اهم الحوايج. هادو هما الحوايج اللي كيكونوا تقريبا في الاقصاءات في خصوص جهاز الدرك الملكي، وكيكونوا في جميع الاجهزه العسكريه والشبه العسكريه. حاجه اخرى بخصوص الدراري اللي غيسولوني، ذكور ولا اناث، مثلا طحتي صغير وفي واحد الضربه فيها 3 سنتيمتر ولا 4 ولا 5، ضربه كتبان قديمه، طيح كنتي صغير، وهذيك الضربه فهمتي ما خلاش لك مثلا نقول واحد لايحه، ولا خلات لك شي مشكل، ولا خلات لك شي حاجه، ضربه عاديه، هذيك راه ماشي مشكله. الاخوان عادي، راه كلنا تقريبا الدراري فهمتي، الدراري كاع صغار كيضربوا، فهمتي كتبقى فيه واحد السيكاتريز ديال شي ضربه. تقدر تكون فيك بقى فيك سيكاتريس شي ضربه في راسك، مثلا كنتي تلعب صغير، غير هذيك الضربه ما خاصهمش هما يشوفوها بواحد المنظار اللي شافوها، مثلا منظار بان غادي تكون عندك واحد العاهه مستديمه وما تخليك تزاول المهام ديالك، غيتم الاقصاء ديالك. لان انك انت راه انفوا ملي كتكون جهاز الدرك الملكي راه جهاز حساس، جهاز حساس، وراه ان انفوا كيدفع لواحد المترشح، راه كيعرفوا العقليه ديالو كامله. هذه نقطه واضحه لكافه المترشح ولكافه اللي يكون ضد. هذه من اهم الحوايج اللي خاصو يحافظ عليها المترشح، وخاصة تقريبا ما تكونش فيه ومشي دوز والله يسهل.